الموجود في كان الذي انطلق كما أشرنا في الرواق رقم 6 قبل يعني 110 متر الأولى. المجموعة الآن تلتحم، ومن الآن يبدأ التمركز عمار بالنسبة للعدائين. لحد الآن هو مليح، نعم، ما يتقلقش، يبقى كما هكذا. نشوف 400 متر الأولى إن شاء الله، نشوفوا توقيت السباق ليس سريع جدا، نعم، لكن سجاتي حتى ولو ما كان السباق سريع هو عنده القوة والسرعة الكافية 400 متر باش يطلع إن شاء الله. يعني ما يطلعش الآن، لازم يستنى 73 في ال 400 متر الأولى. سباق متوسط الوتيرة كما نشاهد في هذه الصور، لأن المهم هو التأهل كما أشرنا. هنا لازم يطلع، نعم، هنا لازم يطلع وطالع عمار وطالع كما نشاهد. جمال سجاتي الآن يملك من الخبرة والتجربة إن شاء الله وحسن تسيير السباق من خلال مشاركته المتكررة والمنتظمة في التجمعات والمنافسات الدولية. جمال سجاتي موجود في المركز الثاني قبل الخروج في المنعرج الأخير، سيكون الأول كما نشاهد وبسهولة كبيرة. جمال سجاتي ينطلق نحو المركز الأول كما نشاهد. بارك الله فيك جمال على هذا السباق الرائع والتأهل المنطقي ممتاز، يعني فيه دفع في نهاية بعد الدخول في خط الانطلاق. وجمال سجادي في المركز الأول بقوة وباقتدار كذلك عمار. دقيقة 45 و8 أجزاء وتأهل رائع للدور النهائي إن شاء الله. التوقيت يساعده هذا عمار، يساعد التوقيت، ما تعبش كثير. نعم، ما زال كبير جيبيزو في المركز الثاني. نعم، الله يبارك، كيفية قيادة السباق تاعو مؤثرة.